ما شاء الله كانت في متناول الجميع، سهلة مهلة. كل أطياف مجتمع تغزوت تدعم هذا النشاط. نشكر قناة القائد نيوز على تغطيتها لهذه الحملة. هذه الحملة الثامنة والخاصة بإيواء طلبة البكالوريا الأحرار الممتحنين في مركزي ثانوية بوذياف وكذلك في إكمالية الطيب خراز. هذا العام كباقي السنوات يعني لدينا إيواء تام يعني الطلبة، يعني نقدم لهم وجبة الإفطار كذلك وجبة العشاء للمبيت للتلاميذ أو الطلبة المعنيين بهذا الأمر. هذا العام يعني نستقبل حوالي 600 طالب ممتحن يعني حر للبكالوريا. يعني كما ذكرت في عدة مناسبات أنه إيواء طلبة البكالوريا هو نشاط يعكس عطايا ودعم المحسنين في بلدية تغزوت للجمعية، يعني كل الأطراف ولا كل أطياف مجتمع تغزوت تدعم هذا النشاط. نغتنم هذه الفرصة لنجدد شكرنا لكل المحسنين الذين آمنوا ب يعني إمكانية الجمعية أو نشاطات الجمعية. أول حاجة نشكر قناة القائد نيوز على تغطية الحملة الثامنة لإفطار وإيواء الطلبة الأحرار الممتحنين في بلدية تغزوت في مركزي متوسطة خراز الطيب وثانوية بوذياف. نتمنى لهم التوفيق. كما العادة ليس بجديد على بلدية تغزوت، المضيافة، أهل تغزوت الكرام، جمعية الإحسان معروفة على مستوى البلدية وعلى مستوى الولاية وعلى مستوى الوطن أيضا. الحملة هذه والمبادرة هذه كانت العام هذا استجابة ولله الحمد قوية من المحسنين ومن أهل الخير. والله إحساسي مزيدة فينا وربي ينجحهم، وما عندنا حتى مزيه، ماذا بينا نقدموا لهم أكثر من هكا. المهم بركة ينشرونا بركة، وكل عام هكا جماعة الإحسان ربي إن شاء الله يوفقهم وربي يرزقهم الصحة والعافية. كل عام نقوم بالمبادرة هذه إطعام ممتحنين شهادة البكالوريا، ويعني في الحقيقة ربي يوفقهم، وشكرا لكل المحسنين وكل من مد يد العون لهذه الجمعية سواء من قريب سواء من بعيد. ربي يبارك فيهم إن شاء الله كل، ورب بالتوفيق لجميع الممتحنين. ما شاء الله كانت في متناول الجميع، سهلة مهلة. ربي يبارك، ادعونا بركة بالنجاح إن شاء الله. ونشكر الجمعية الخيرية اللي قامت بالواجب. الأجواء كانت أحسن أجواء، ربي يبارك ما شاء الله. خدمنا والحمد لله ربي وفقنا إن شاء الله. غادينا من جمعية الإحسان هنا، ربي يبارك تولهوا بينا ما شاء الله، ربي يثبت الأجر إن شاء الله. الحمد لله إن شاء الله فيها خير، والمادة ماشي أكثر، المادة ماهيش صعيبة والحمد لله. وقاموا بنا هنا جمعية الإحسان بارك الله فيهم، فطرونا وقالوا لنا كش ما تباتوا، احنا مرحبا بكم بارك الله فيهم.